قصة زيزو والزمالك سخنت جدًا، جدًا في الساعات الأخيرة، مشاكل واتفاقات اتغيّرت فجأة، وخناقة كبيرة بين والد زيزو وإدارة الزمالك. تعالوا نحكي لكم اللي حصل بالتفصيل. في الأول كان في اتفاق بين والد زيزو وإدارة الزمالك على كل حاجة، الفلوس اللي هيستلمها زيزو والدفعات اللي رجال الأعمال هيدفعوها. الاتفاق كان واضح وصريح، الدفع هيكون بشيكات مستحقة الدفع في مواعيد محددة. لكن اللي حصل مؤخرًا قلب الدنيا. من كام يوم كان في جلسة جمعت بين والد زيزو وحسين لبيب وهشام نصر في الشيخ زايد، وفجأة الإدارة عرضت حاجة غريبة جدًا. بدل ما يدّوا له شيكات قالوا له هنكتب فيلا باسم زيزو ثمنها حوالي 30 مليون جنيه، لكن بشرط ما يقدرش يتصرف فيها غير بعد 3 سنين. والد زيزو اتصدم وقال لهم ده مش اللي اتفقنا عليه، لو كنتوا ناويين في البدايه تغيروا كلامكم ليه ما حدش قال؟ في نفس الوقت زيزو كان عنده عروض تانية من بره، لكن حسين لبيب قال مفيش حاجه رسميه وصلت النادي لحد دلوقتي. الامور سخنت جدا، بس والد زيزو قال لهم معاكم مهله لحد يوم الخميس. والنهارده الزمالك في مفاجاه كبيره جدا، طلعت اخبار بتقول ان الاداره هتجتمع غدا بحيث يشوفوا مصير زيزو هيحددوه ازاي. والد زيزو فقد اعصابه واتصل بحسين لبيب في مكالمه جديده جدا وقال له ده مش اللي اتفقنا عليه، وانتوا بالطريقه ديت بتسلموا زيزو للجمهور. والاخطر بقى ان والد زيزو لمح ان الاهلي ممكن يكون خيار لو الامور ما اتحلتش. السؤال دلوقتي، هل اداره الزمالك فعلا هتحل الازمه قبل ما الدنيا تولع اكتر، ولا زيزو ممكن فعلا يمشي؟ في نهايه الفيديو ده كان كل جديد عن ازمه زيزو والزمالك. لو انتوا شايفين الحل في ايه، هل زيزو ممكن يكمل في الزمالك فعلا، ولا هل زيزو ممكن يروح الاهلي؟ شاركونا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعونا عشان تعرفوا كل جديد في المستديره.